وسهلا المتتبعات الغاليات، لاباس عليكم بخير؟ صحه لاباس اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. كيدو روتين جديد اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الكيك اللي زوين البنات ديال المول العجيب، وفي نفس الوقت نبداو غادي هنايا بالكيكه ديالنا. هنا الكيكه ديالنا البنات غادي نصيبوها بالمدافي، ديجا مشاركه معكم في الفيديو، ولكن ملي تفرجت في الفيديو لقيتو بان راه الفيديو تسرع. المهم وقع فيه شي خطا وما عرفتها في المونتاج. من هنا البنات عندي هنايا المدافي ودرت فيه نسكافي. انا درت فيه وحده، الا كان عندكم جوج ديروا، انا عزيز عليا نسم بالقهوه وصافي. المهم درت المدافي في كاس ديال المدافي في داك المونينيكس، وزدت عليه كاس ديال الزيت، وزدت عليه سنيده على حسب الخليط. انا نتوما ديروا كاس، انا ما كنبغيش الحلاوه. درت 4 ديال المعالق هكاك. المهم درت هنايا الشاصيه ديال الكاكاو، وزدت شويه ديال الكاوبيل. علاش كاوبيل؟ حيت عزيز عليا تجي ما تجيش مره بزاف، فهمتوا؟ هنايا طحنتها مزيان البنات بلا خميره بلا حتى شي حاجه، ونقصت كاس درته في الثلاجه. والكاس والباقي خويته في المول. غادي نزيد عليه 3 ديال البيضات حيت غادي نديرها في المول العجيب، وخاصني ما ديفورماليش هاد الكيك. درت هنايا 3 ديال البيضات كما كتشوفوا. غادي نطربهم مزيان البنات. وهاد الكيكه راه خاصها تجي خفيفه، لان المول العجيب غير شي شويش الا ثقلتيها كديفورما. هنا درت الدقيق وزدت معاه 2 خمارات، وبغيتها انا اصلا خفيفه، ما بغيتهاش ثقيله. كيكه كل ما خففتيها البنات كتكون زوينه وحتى في المذاق. المهم كتجي زوينه حتى في اللوغو ديالها. المهم هنا كندير الدقيق على حسب الخليط. انا كنشارك معكم الكيكات البنات على حيت انا دائما اصلا كنخدم الكيكات نوبه كيكونوا ديالي، نوبه كنكون خادمه من شي حد. هنا زدت البنات غير الخل باش تزيد، حيت الخل كيحيد الريحه كما قلت لكم، وكيخفف الكيك وكيطلع لها الفوليم. المهم هنايا شديت المول ودرته في الثلاجه. المهم دهنته بالزبده والدقيق ودرته في الثلاجه باش غير كنقلبو ما كتلصق لي فيها حتى شي حاجه. وغادي ندخلها الفران. وهنا غادي نديرو المهم درت هنايا 2 معالق ديال السكر، وغادي ندير معاها 2 معالق ديال الميزينا او الكاستر اللي عندكم. المهم انا شاركت معكم هادشي في الفيديو اللي فات، ولكن ما كانش كان عندي واحد المشكل في المونتاج. هنايا صفيت الليمون كما كتشوفوا. الليمون هنا غادي يتغير اللون ديالو حيت النشا هو اللي كيغير اللون ديالو. بمجرد كديريه فوق العافيه ما كيبقاش او النار ما كيبقاش اللون ديالو في البيض، كيرجع ليموني. الا عندكم هنايا داك الفلو ديال الفاني ديروه حتى هو راه كيجي زوين. هنا كما كتشوفوا انا موجده هذه باش غادي نديرها فيها. هنايا درتها جبدتها شفتها واش لصقت ولا شي حاجه. شوفوا البنات راه خفيفه، فيها واحد الفراغات واعرين البنات حيت مخدومه. غادي نردها وغنسقيها بديك الطريقه باش تشرب مزيان البنات، وباش تجي من داخل مجمجه بداك داكشي اللي غادي نسقيه بها. المهم غادي نسقيها بداك الكاس البنات اللي خليت في الثلاجه كما كتشوفوا. راه كتجي زوينه، واكثريه الا كثرتوا الكاكاو. انا كثرت كاوبيل على داكشي جا هاد اللون ديالها بحال هكا. خاصها تجي كحله البنات، انا عزيزه عليا بحال هكا. هنايا كما كتشوفوا نورمالمون خاصها تشرب مزيان، تدخليها للثلاجه تشرب داك الماء عاد تقلبوها. ولكن انا بغيت نقلبها في، المهم غادي هي شويه هكذا تشرب، وغادي نقلبها في هذيك ديك المهم ديك الحمال ديال الكيك باش غادي نديرها في الفران. وعاد بلا مشط الراجل غادي نديرها في الثلاجه باش ما تشمليش الريحه ديال الثلاجه. المهم راكم عارفين الا خليتي شي حاجه في الثلاجه عريانه راكم كتشم ليكم الريحه. المهم هادشي اللي كاين البنات. وبالنسبه المهم ملي غادي نقلبها عاد نخوي فيها هاد الخليط اللي صيبت فوق. المهم الخليط ديال الميزينه ما تديوش عليا، عرفتي مع لي باك مزيرين ليا فما كنزيرهم كناكل العصا البنات حق الله. المهم كما كتشوفوا هنايا خويت هاد الليمون، وغادي نخليها حتى تبرد البنات، وعاد غادي نزينها. هانتوما تشوفوا باش غادي نزينها. المهم هنا عندي راه داك صلصه الكراميل كما كتشوفوا جاهزه، راه المهم ديك اللي كتشرى راكم عارفين. المهم انا غادي نزينها هنايا بالديسير حيت وقت الليمون وقت الديسير راه هو اللي رخيص. صافي هادشي اللي كاين البنات، اما الخضره راه غاليه الديسير اللي رخيص. المهم انا شديت البنان قطعته على شكل مجنب البنات، وغادي نزوقها البنات هذاك الكيك ديالي، وغنخليها حتى تبرد، وعاد غادي نزوق هذيك الكيك، وعاد غادي ندير عليها صلصه الكراميل. المهم البنات كنزوقو صافي، وغادي نقطع الليمون على شكل طرونش البنات، وعاد غادي عاد نديرها فوقها، وغادي نغطيها ونديرها في الثلاجه تبرد على خاطرها، ما غاديش تندى.
ما غادي يوقع عليها والو بحال هكاك البنات. المهم هنا البنات كما كتشوفوا الكيكه ديالي هي وجدت تبارك الله، درت القليب وراها جات البنات اروع ما يكون تبارك الله، الله يبارك. جات فنه 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 والمذاق ديالها واعر، وانا ما عنديش مع الكيك ديال الشوكولاط وداك الشيء، ولكن سبحان الله العظيم جات واعره. المهم البنات نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وإلا عجبتكم